سيد الوزير، البرنامج صرفت عليه 33 مليار درهم بين 2009 و 2012. الهدر المدرسي وانقطاع من خلال مجموعة من الآليات، أولها الدعم الاجتماعي. لكن لحد الآن نتائج هذا البرنامج لم يكشف عنها، أو نتائج هذا الافتحاص لم يكشف عنها. نتائج البرنامج كانت دون الأهداف المسطرة حسب التقويم اللي عطانا المرحلي إلى حدود يونيو 2012. فمثلا من بين 225 مدرسة ابتدائية مبرمجة لم يتم إنجاز سوى 74 مدرسة، أي بنسبة 32% فقط. نتائج هذا الافتحاص لم يكشف عنها حتى يعلم المغاربة من المسؤول، خصوصا أنه رصدت له في هذه المرحلة أموال طائلة. تفاصيل أكبر عملية سرقة للمال العام في تاريخ التعليم بالمغرب. وسط كثير من الجدل، أطلقت وزارة التربية الوطنية مشروعا جديدا لإصلاح التعليم العمومي من خلال المدرسة الرائدة الذي سيستنزف ميزانيات فلكية. حدث ذلك دون أن يعرف المغاربة طبيعة الأسماء التي بددت 37 مليار درهم من المال العام، وأجهضت حق أبناء المغاربة في تعليم عمومي يراعي أدنى مواصفات الجودة بعد فضيحة البرنامج الاستعجالي. عدد ممن أشرفوا على البرنامج الفضيحة لا زالوا يشغلون مناصب مهمة بالوزارة، كالمفتش العام الحسين أقوضاد الذي فشل في افتحاص صفقات فاسدة، هذا إلى جانب مسؤولين منحت لهم مناصب أرفع رغم الكوارث التدبيرية التي راكموها، كالكاتب العام السابق للوزارة يوسف بالقاسمي والذي يرأس الآن شركة سونارجيس المكلفة ببناء ملاعب المونديال. الجمعية المغربية لحماية المال العام انتقدت عدم التحقيق مع مسؤولين مركزيين بالوزارة، وأساسا مع وزير التربية السابق والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة أحمد خشيشن. محمد الغلوسي رئيس الجمعية استغرب كيف أن الأبحاث القضائية لم تشمل أخشيشن الوزير المكلف بالقطاع حين تنفيذ البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، كما لم تشمل دائرته الضيقة من المسؤولين الكبار. تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات أكد أن ملايير البرنامج الاستعجالي تحولت إلى وزيعة، مشيرا إلى أن الطابع الاستعجالي للإصلاح تحول إلى غطاء لأكبر عملية سرقة ونهب للمال العام بالمغرب. هذا أخذا بعين الاعتبار قيمة المبلغ الذي قيل أنه رصد لإنقاذ التعليم العمومي، قبل أن نكتشف أن نسبة مهمة من العتاد الذي تطلب تفصيل مئات الصفقات قد تحول إلى خردة غير قابلة للاستغلال، أو اختفى من المخازن، أو أنه لم يسلم أصلا للمؤسسات التعليمية رغم وجود وثائق مفبركة تقول عكس ذلك. التقرير رصد تسليم مختبرات متحركة ناقصة وعتاد معيب لا يشتغل أو تسليمه بشكل متأخر دون الاستفادة من الضمان واقتناء تجهيزات لا تستجيب للمواصفات. البرنامج عرف عدة تواطؤات للتغطية على فساد الصفقات عبر تزييف علامات تجارية وتسليمها للمؤسسات التعليمية على أنها مستوردة من شركات معروفة بأوروبا، في حين أن جزءا مهما منها تم اقتناؤه من شركات صينية مختصة في تقليد المنتجات، أو تم صنعه في ورشات داخل الأحياء الشعبية بكل من سلا والدار البيضاء. الخلاصات الخطيرة التي توصل إليها المجلس الأعلى للحسابات رصد الإدلاء بشواهد استلام تحمل تواريخ غير صحيحة موقعة من طرف أشخاص لم يشرفوا لا على مراقبة المطابقة ولا على عملية الاستلام. 37 مليار التي تم تبديدها في صفقات البرنامج الاستعجالي كانت نتيجتها واضحة 3 سنوات بعد انتهاء الأجل الزمني المخطط، واليوم تظهر الحصيلة الكارثية التي كلفت ميزانية الدولة 37 مليار، جزء منها عبارة عن ديون خارجية، مبلغ عمق اختلالات التعليم العمومي، ومنها تفاقم الهدر والاكتظاظ في مقابل الخصاص الكبير في عدد الأساتذة وسوء توزيع الخارطة المدرسية ووجود مدارس لا تستوفي أدنى الشروط وتنعدم فيها المرافق الصحية. التقرير كشف أيضا أن البرنامج الاستعجالي وعوض أن يصلح من واقع المدرسة العمومية زاد من تفاقم مشاكلها وجعل التعليم المغربي يقبع في ذيل التقارير الدولية. أعلى هيئة الرقابية في المغرب كشفت عن وجود أقسام بمستويات متعددة تصل في بعض الحالات إلى 6 مستويات، كما تحدثت عن تكليف مدرسين غير متخصصين بالتدريس أو مدرسين في طور تدريب أو مدرسين متعاقدين دون تكوين تربوي مسبق بتعليم أبناء المغاربة، ما يعني أن كل الملايير تبخرت دون جدوى بل ودون محاسبة. فهل يعيد بن موسى تكرار نفس سيناريو البرنامج